ازيكم يا شباب؟ يا رب من القائمه دي ارنولد، وهكلمكم عن اساطير من اول الرجل لحد الخصر لحد فوق، حاجه رهيبه. الشيست، الظهر، الدراعات، على حسب امكانياتهم في الوقت ده. جد بجد هم فعلا اساطير. واول واحد معانا فرانك زين، اتولد عام 1942، حقق مستر اولمبيا 3 مرات. شوفوا الجمال والسيمتري والوسط قد ايه صغير. فرانك زين من اكتر الناس اللي اتشهروا بالفاكيوم بوز، وفي صوره لفرانك زين وهو سنه كبير اصلا، يعني هو ما شاء الله معدي الستينات وهو داخل في السبعينات. برضه عنده كونديشن رهيب وتنشيف ما شاء الله عليه بالنسبه لسنه، حاجه جميله جدا. لاري سكوت، مش عارف ناس تعرفه ولا لا. لاري سكوت ده اول واحد حصل على مستر اولمبيا عام 1965 وعام 1966. اتوفى في عام 2014. عندنا كمان اللاعب سيرجيو اوليفيا، اتولد عام 1941، حصل على مستر اولمبيا 3 مرات عام 67 و68 و69. وقبل ما يلعب كمال اجسام كان هو رافع اثقال اصلا، وتوفى عام 2012. عندنا كمان فرانكو كولومبوس، وكان صديق ارنولد المقرب. اتولد عام 1941، كان ممثل ايطالي وكمان كان ملاكم ورافع اثقال لحد ما مارس رياضه كمال الاجسام وفاز مستر اولمبيا عام 76 و81. معانا كمان كريس ديكرسون، اتولد عام 1939 وكان اصلا مغني في الاوبرا، ومارس العاب القوى فتره وبعد كده انتقل لكمال الاجسام. حصل على مستر اولمبيا عام 1982. معانا كمان سمير بنوت، اتولد في لبنان عام 1955، حصل على مستر اولمبيا عام 1983 وكان من اوائل المؤسسين لشركات صناعه المكملات الغذائيه. معانا طبعا الاسطوره ليهاني اللي اتولد عام 1959 واول من حطم الرقم القياسي في مستر اولمبيا، وحقق مستر اولمبيا 8 مرات عام 84 و85 و86 و87 89 و90 و91. وكان قدوته سيرجيو اوليفيا، وكان متاثر جدا بشدته في التمرين، فكان بيحاول يمشي على نفس نهجه. ولا شك الشكل الجمالي والتناسق العضلي، ان لو جبنا رسام يرسمه مش هيترسم بالطريقه والجمال ده، من اول الرجل لحد الكتف فوق. كل حاجه في الشخص ده تناسق عضلي، عمق عضلي، التفاصيل العضليه الدقيقه جدا. سيرجي نبريت او سيرجي نبريت، انا مش عارف بالظبط الاسم بيتنطق ازاي. هو اصلا ممثل فرنسي، ولد في عام 1938، توفى 2011. لقب بالنمر الاسود، وحصل على القاب كتير على مستوى البطولات في كمال الاجسام. برغم السيمتري الجميل ده والشكل الجميل والكونديشن الفوق الرائع ده من تفاصيل وضخامه، بس مع الاسف محققش مستر اولمبيا. وانتوا رايكم، هل هو كان يستحق مستر اولمبيا ولا لا؟ تفتكروا الناس دي لو كانت موجوده في وقتنا الحالي بنفس التفاصيل بتاعتهم، بنفس السيمتري بتاعهم، بنفس كل حاجه، كان هيقدروا يحققوا حاجه في وسط الابطال الموجودين دلوقتي؟ مستني رايكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وكنت عند حسن ظنكم، وان شاء الله استنوني في الحلقه الجايه، واتمنى ان الفيديو ده ينول اعجابكم. كان معاكم حكم، اشوفكم الحلقه الجايه.